السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ تعالي نعمل كده صينية بطاطس كده بالصدق. عملناها قبل كده وبنفكر بعضينا بيها برضه. معايا كده طاسة على النار ولا صينية على النار، حطيت فيها قطعة من الزبدة وشوية من الزيت. أول ما يسخنوا هنزل عليهم ببصل وفلفل، هديهم كده تشويحة. وبعد كده هنزل عليهم بالصدق، احنا في اسكندرية بنقول عليه صدق. وهديله برضه تشويحة كده، وهنزل عليه بملح وفلفل اسود ورشة بسيطة من جوز الطيب ورشة بسيطة جدا من السكر. هديهم تشويحة ان اصلا كده كده الصدق متبهر، يعني انت تحطيش بهارات تاني وتضيعي طعمه. بعد كده هنزل بقى بكمية البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، هديها برضه تشويحة. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة، برضه هديها تشويحة. وبعد كده هنزل بعصير الطماطم. طبعا احنا عملناها قبل كده مع بعضينا، بس احنا بنفكر بعد كده يعني نفطر ايه كده في رمضان. اللي انتوا شايفينه هزودها شويه ميه، وهسيبها بقى على النار كده تستوي مع نفسها كده، تاخد وتدي كده بشكل ودي. هنكون هنا بقى محضرين كده برضه حله على النار فيها شويه زيت صغيرين وقطعه من الزبده. اول ما يسيحوا خالص كده هنزل عليهم بشويه من الشعريه هحمرها. وبعد كده هنزل بكميه الميه، طبعا كوبايه الرز المصري عليها كوبايه ميه عادي مفيش مشكله. بعد كده احط الملح بتاعي، وبعد كده اول ما يغلي الميه هنزل على طول بالرز. في ناس بقى بتشوح الرز مع الشعريه، براحتكم خالص. بصوا بقى الجمال، تحفه وخطيره يا جماعه، وريحتها كانت قلب البيت بجد، مع شويه مخلل كده. وحتى من غير رز شويه عيش، بجد حاجه كده مسكره.